صباح الخير صباح الخير. راح البريك. اقول راح الهاجس يا ايش من هاجس ايش من طلي يا رجال سهل ما قريبك شيء. الحمد لله على السلامة. الله لا يسلمك. جاي هنا بس بالموتر. طب معمل البريك راح علي ما يضرش دحين تدور الهاجس راح ما يضرش. انا اشتري منك شوية 2 لتر بترول بس. الحين طيرت الهاجس عشان 2 لتر وعشان حاسبك بكرة الصبح ان شاء الله. ودين كمان. اقول اذلف اذلف. الله لا يعطيك عافية بس. اذلف اذلف. يا محمود تقول كم بيجيبوا فلوس لابو راشد حق القصيده؟ يعني انا متهيألي لو اتضحك عليه هيدوله 7-8 آلاف دولار اقل حاجه. ايه كيف 7-8 ألف دولار؟ انا مغلق المحطه، مغلق الكافتيريا، طرت الزباين، مغلق الفندق، تقول لي 7-8 ألف غير جناح. هلا والله سمو الشاعر ابو راشد. هلا سيدنا والله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فيك يا تعال هنا جنبي. خلاص تعال يا غالي. الله يرضى عليك. ايش الهندمه هذا والفن وين رايح؟ لا ماني برايح يا عم ناصر، انا بس عندي مكالمه فيديو مع الفنان. يا ابو راشد. ايه الله محلول عطر. عجبك؟ والله ما تعطر ولا شيء. اظن الفنان الفنان القصيده. الحين الفنان ما ادري يمكن يبغى يشكرني، يمكن يبغى يسمع القصيده مني شخصيا، عشان بعض الفنانين تعرفون يعني ما ينطقون الكلمات من مخرجها الصحيح. عندهم مشكله في مخرج الالفاظ كثير، فلازم الشاعر يبقى معاه عشان ياكد له على الكلمه. شوف اللي فاهم ما شاء الله عليك يا محمد. استاذي انت استاذ. ما شاء الله انا عليك. متعلم منك يا عمنا. ما شاء الله. سمو الشاعر. اللحظات هذه تذكرني ايام الكفيل. ابو راجد كفيلي انا ما كان كفيل انا. ايام ما كان كفيل ده هو ده كفيلنا لغايه دلوقتي. دك وين رايح؟ احنا بس تعالوا هنا. اشوف الفنان ما في حاجه. اشوف ماجد بالله. طيب ولا نحن لا تفشلونا، لا تفشلونا عند الرجال ده. حاضر. ايه ولا كلمه. لا يا محمود. خلاص. هلا وغلا. حي الله ابو راشد، يا حي الله الوجه. هلا ابو فهد. بشر القصيده جاهزه؟ عفا عليك يا ابو فهد. جاهز. كتبت قصيده تخلد للتاريخ. يعطيك العافيه يا ابو راشد، وانا والله كنت واثق فيك. انت غالي يا ابو فهد، وماجد كمان عزيز وغالي. هالحين انا موجود عند ماجد، والرجال ترى يبغى يشكرك شخصيا. انتظر يا ابو راشد انتظر. يا ماجد تعال. هذا هو جاي يا ابو راشد. الله يعطيك العافيه يا ابو راشد، ما قصرت والله، ما ادري كيف اشكرك. هذا ما قلت دقات سكري وما هو. مين ذا يا ابو فهد؟ مين ذا؟ افا كيف مين ذا؟ هذا ماجد بشحمه ولحمه. الحين انت ماجد المهندس؟ ايوه يا ابو راشد، انا ماجد المهندس صاحب الورشه اللي كانت قريبه من بيتك. او نسيتني؟ اخر مره صلحت لك فيها الفحمات حق الفرامل، نسيت يا ابو راشد؟ لا ما نسيت. المهم شكرا لك على القصيده، وانا عرسي الاسبوع الجاي، واشتري القصيده مستعجل لانه انا اسجلها في الاستديو شيله، يسمعوها كلهم يسجلوها شيله. ايه توهقنا. ويا من يا ابو راشد تستعجل بها وارسلها له عند ابو فهد واتساب، لانه انا اشتي يكتبوه. ايه تم امان الله. خليها هذه. هذا ماجد المهندس. باقي سعد المبلط، ليش ما نعمل له قصيده؟ ونجيب معاهم حسن شاكوش. ايوه حسن شاكوش نحتاج له في الطبلي، تخليها على الميزان على الوضله. تكون تريتشها الصبح. صحيح. لا بك ولا بطفاية المكنسة والزرزرة اللي زرزرت عليا
والهنجمة وخليتها نمشي على صبع الرجولين. ناصر فاهم ما حقك العمال دونا. شاعر ها؟ اللي كان الكفيل بتاعنا. يا وردة يا وردة إلى المحطة. هيا يا عم ناصر، هيا لحظة شوف شوي بس.